مرحبا بكم. نبدأ النهاردة إن شاء الله في سلسلة حلقات مفاتيح وحي الكلمة، وهي عنوان رئيسي لكيفية فك رموز الحضارة المصرية القديمة، إزاي نقراها مع بعض وإزاي نستنطق الرسمة ونكتبها بعد ما تعلمنا أو عرفنا إزاي إيه هي الأبجدية اللي ممكن ننطق بيها الكلمات. الأبجدية ديت هنحطناها فرضية وقلنا هنحاول نقرأ بيها مع بعض كل كلمة تقابلنا، أي حكاية تقابلنا هنقراها بيها ونشوفها هي بتحقق الغرض ولا لأ. واحنا عملنا شوية تجارب وهنكمل لسه مكملين مع بعض شوية كتار. من الأبجدية ديت قدرنا نعرف مجموعة أسرار، عرفنا سر أبو الهول، وهنعرف النهاردة ليه التمثال عموما مخطي شمال، بيقولوا كده مخطي شمال، ليه يعني رجليه الشمال قدام؟ محدش عارف، قالوا فيها كلام كتير قوي. النهاردة هنعرف هو مخطي شمال ليه. هنعرف النهاردة برضو موضوع ان كل عمود التاج بتاعه عبارة عن شكل زهرة اللوتس، برضو كلام كتير اتقال في الموضوع ده، وليه شجرة اللوتس بيحبوها وبيقدسوها كلام كتير. بس النهارده هيكون معانا الدليل، هيكون ماسكين ليه تاج العمود زهرة لوتس، هنشوفها مع بعض. ونبدأ كده على عجالة بسرعة. بسم الله. احنا بنقول ان ده اسم الاله الأزير، يعني انا كنت كاتبه مسبقا عشان اجهزه. ده قلنا ده حرف الاي والزال، يعني ده اسم، يعني اسم. ادي الميم. ولو قلنا ده واو لان الباء متبادله والميم متبادله مع الواو، فهنقول ادي الالف وادي الواو. وزير ده حرف الزاي، وادي الياء الراء، ده وزير ديت الراء. الرب، الرب اي برضو تنطق اي، وادي الحرف الراء، وادي الالف وادي الباء اله. ده شكل اسم الأزير. لو بسرعة بنعمل، احنا قلنا ان هو بيقرأ التمساح، وعرفنا ان كلمة التمساح موجودة هنا كده، دي اي وادي الت، دي اي ده حرف الاي، وادي التاء الت، التمساح، التمساح على بعضها كلمة هي التمساح. وقلنا الإله التمساح، ولما طلعناها عرفنا ان ده الإله التمساح. هنمشي في التطبيقات، انا بكرر كلمة من المرة اللي فاتت عشان نبقى احنا مجمعين مع بعض. هنمشي في بعض التطبيقات وهنطلع المفاجآت الجميلة اللي احنا قلنا عليها. مثلا النهاردة أنا قبل ما استرسل في الكلام دوت، أنا عايز أضيف حتتين جداد عشان وإحنا بنكمل يبقوا معانا جاهزين ويبقوا شكلهم حلو قوي وواضحين معانا. أنا هضيف النهاردة علامة جديدة جدا ورائعة، ونسجلها ونثبتها مع بعض. العلامة ديت شكل إيه؟ شكل إيه العلامة ديت؟ شكل رجل. بس شو خلصت؟ نكتب إي الرجل، الرجل. ادي الاي وادي الراء، وده برضه ينطق جيم وده ينطق لام، ما هو الراء واللام متبادلين والا جاء متبادلين. الرجل. تمام. ممكن تبقى الرجل، ممكن تبقى الرجل لو جت معنا الرجل. طب العلامه دي ممكن تقرا معانا حاجات كتير قوي حسب هي موقعها في الجمله عامل ازاي. موقعها في الجمله ممكن يدي معنى النيل، النيل. ادي الاي وادي النون وادي اليه وادي اللام، يقول النيل. وينطق تاني النهر. ادي الاي وادي النون وادي اله وادي الره. هنلاحظ ان الحرف اللي هو دوت نطق مرتين اي وبرضه نفس الكلام اي برضه لانه بدأ بالكلام، ونطق جيم وياء وهاء لانه متبادل معاها، زي ما الحرف الاخير ده نطق لام وراء، وده برضه نطق راء. يعني ممكن يبدأ نهر النيل ويمكن ينطق النهر، ولو جه في اخر الكلام مع اله او كده ينطق الهنا، الهنا، ينطق الهنا. وهنلاقيها كتيرة جدا هتيجي الكلمة ديت بمعنى إلهنا، هتيجي كتير وهتتكرر معانا، وهنشوفها إيه هو بيحطها في حسب ما هو راسم مخصص بياخد الكلمة دي ويشتغل عليها. علشان كده هنيجي هنا ونشوف كده، نبدأ نكمل قراية. وفي كلمة جميلة جدا هنحطها كمان بعد شوية، بس احنا هنثبت دي دلوقتي. هنقول هنا مثلا في الصفحة ديت هو بيتكلم على هنا حاطط الرجلين تحت العلامة دي. أنا مش عايز أروح دلوقتي العلامة ديت، لما نقراها هنلاقي ديت جاية معاها بمعنى جميل قوي. ويعني هو بيتكلم على الراجل هنا، على الرجولة وعلى كده رجالة، يعني بيتكلم على رجالة في اللفظة دي بالذات. لكن احنا يبقى احنا لو جبنا الصفحة ديت
وشفنا حاطط هنا شكل الرجلين ديت مع رسمة هي الرجلين اللي عليها الماوس مع الرسمة اللي فيها القمر والهلال والكلام زي ده، وجابها هنا مع المركب تعني شيء، ولما يجيبها مع الهلال ده تعني شيء تاني خالص. هنيجي نشوفها بشكل سريع. الرسمة اللي احنا كنا رسمينها ديت بتقول ايه؟ بتقول الرسمة دي كانت بتقول انها عبارة عن رجل باختصار، يعني بتنطق كده، ولو حطيناها مع الرسمة اللي احنا كنا شايفينها تنطق هلال. هلال، وهو المرسوم بالفعل هو ايه؟ هلال. وهنرجع نشوف تاني ونعمل تطبيقات كتيرة على الموضوع ونشوفها جاية ازاي. هي هلال، يعني دي اول حاجة قابلتنا فيها ان هي بتقول ان ده هلال. ده اول استعمال ليها. طبعا هنا كانت بتتكلم على الرجال والرجالة والقوة والعمل وبتاع، ده موضوع تاني، بس لما ناخد الشكل اللي هو المستطيل اللي ناقص منه قطعة او ضلع ده يعني. هنكمل تاني في نفس اللفظة بتاعت الأزير. هنا بيقول الشفتين، الشفتين، وبعدين جاب حافة وعاء وشفة. هو فعلا هي الشفتين ولا لأ؟ نشوفها كده، هي شفتين. لو جينا نكتب الأزير بشكل برضو لحد ما احنا خلاص حفظنا الاسم بتاعه، بنقول ان ده اسم. ادي الواو، وادي حرف الزاي، وادي الياء، وادي الراء، وادي كلمة الرب الإله في الآخر بيحطوها كده. ولو حبينا نشوف الشفتين هنلاقي ادي حرف الإي، وادي الشين، الشف، وادي ادي الف، الشفي، وادي اليه، وادي الت، الشفتين، وادي النون. الشفتين، يبقى هو لما يحط لنا الرسمه ديت ويرسم ويقول لك دي شفتين، اوكي هي الشفتين خلاص الشفتين، وحط الحرف الاس ده وحط البي والتي عشان يعني هو بيقول لك ايه؟ شف وبيحفظك شفي، وبعدين ترجع للت شفت، وهم اتنين شفتين، واحده شفه شفتين. هو خلاص الراجل بيحفظك ماسك ايدينا وبيمشينا، ما كانش بيتكلم في طلسم. لما جه هنا مثلا اللي عليها الموس وبرضه رسمها شفه، ادي الشين والف شفه، ورسم الشفه. هو محفظنا، بس بيقول لك ان هي جايه من الاسم ده، ان هو مفترض ان احنا ما كناش نسيناها عبر الزمن وعبر القرون وعبر الكلام ده. لما رسم شفه او شفتين مع النيل، ايه شفتين من نيل؟ يعني شفه ونيل، يعني خليك عارف انها ما بقتش شفه بقى، لكن لو بصينا على النيل وبيتكلم على شفه وبتاع هيبقى قصده ايه؟ هيبقى قصده ايه فيها؟ مش شفه، قصده ضفه. هي ضفه فعلا، ضفه فعلا. ديت الحرف ده ينطق ضاد، الحرف ده الضاد اهوت، وادي الف نازله، ضاد، فاء، ضفي، وادي الت نازله، ضفتين، وادي اليه، وادي النون، ضفتين. فلما يرسم ديت يعني نقدر نقول عليها الضفتين بشكل واضح وصريح. ولو كان هو زي ما هو بيقول هنا اناء او وعاء، ممكن نقول شفه الطبق او شفه الوعاء او شفه الاناء. يعني عاده هي كلمه عاميه احنا بنستعملها، مفيش فيها مشكله ومفيش خروج عن النص وبتاع. مستعد ومتاهب، كلام جميل، بس لما ناخد شكل الحرف الدال هو شكل الايد دوت، الكلام ما راحش معاه. احنا شفنا نجم الشعراء المره اللي فاتت وهو ما قالش عليه حاجه، ماشي معاه بشكل كويس. احنا بس عايزين نيجي هنا في علامه جميله قوي هقولها بالمره قبل ما اروح لكلمه التمثال. العلامه ديت هناخدها المره دي وهي حلوه عشان هي متكرره كتير. طبعا كتير من علماء اللغه قال لك هي علامه مالئه. يعني ايه مالئه؟ يعني بيحطها كده زينه، يعني بيتدلع بيها، بيحطها كده لما مش لاقي حته في الكتابه بيضيع وقته، فراح جاي حاطط العلامه كده. على فكره العلامه ديت احنا قلنا ما في، هو الراجل بيكتب على حجر وبيدق باجنه وشاكوش ومسمار وبتاع، وكان بيتعب وبيشتغل بشغل كتير جدا وشغل صعب. فلما يحط علامه زي ديت، احنا عارفين هم كانوا اساتذه الفن والهندسه والكتابه والرسم والادب والشعر. الناس دي لسه هنقول شوف الاشعار بتاعتهم كمان جميله قوي، والموال بتاعهم عامل ازاي، وكلمه موال دي شغاله معانا، موال دي شغاله معانا حلو قوي.
العلامه ديت انتوا عارفينها ان اسمها علامه الايه؟ علامه التوازي. ديت علامه التوازي، بيحطها على طول جنب اسم الأزير وجنب اسم المدينه، جنب ما شوف ماليه الدنيا، هتلاقي مدينه وحاططها، هتلاقي اسم الأزير وحاططها. العلامه ديت ديت علامه التوازي. ما نكتب يا عم، احنا قلنا ان احنا بنستنطق الرسمه، نشوف الرسمه ونشوفها بتقول ايه ونكتب. فنقول ايه اسمها؟ اي التا و حرف الواو اهوت، التوامد، وادي ازاي التوازي. التوازي، والتوازي ده عباره عن ايه؟ علامه، علامه التوازي. فلما حط علامه التوازي طلع هو اسم الأزير اللي احنا عارفينه وحافظينه، اسم الأزير اللي احنا عارفينه. ولما يحطها يحط جنب المدينة ادي كلمة مدينة. اما يحطها جنب مخصص إله، انت عارف ان الإله ده هيبقى اسمه الايه؟ الأزير، لان العلامة دي اسمها علامة التوازي. من ضمن الحاجات الجديدة النهاردة الجميلة اللي احنا هناخدها، زي ما خدنا الرجل ديت اللي هو شكل الرجل الراجل الماشي، زي ما هناخد علامة التوازي مهمة قوي قوي. واحيانا ينطق بها اسم مصر بشكل مباشر لما يكون حاططها في سياق معين. انا ليه بنحط العلامات الصغيرة ديت؟ لان الموضوع زحمة جدا ومليان شغل، واللي هيقابلنا في سياق اسم الأزير هنحاول نطلع العلامات بتاعته بسرعة. هنروح لحتة مهمة جميلة اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة، قلنا هتبقى من الحاجات الحلوة النهاردة إن شاء الله. الراجل الأزير ده كان هو اللي حط لهم القواعد بتاع الدنيا كلها، حتى قواعد الكلام والكتابة وقواعد كل حاجة الراجل ده هو اللي حطها لهم. فحط لهم مثلا قاعدة التمثال، هو اللي قال لهم ازاي تعملوا التمثال وازاي ترسموه وازاي تخلصوه وازاي تعملوا كل حاجة فيه، هو كان بيعمله. فإذا شفنا النمط دوت، هو كاتب هنا شكل، صورة، صنف، نوع، عرف، عادة، وحط لك شكل التمثال هنا اهوت. لما يعمل كده ويحط شكل التمثال هنا ويحط الأداة ديت، هنيجي للأداة ديت بعد شوية صغيرين، يعني يمكن كمان 3-4 محاضرات هنتكلم عليها، هي مش بعيدة بس جميلة، بس يعني خليها دلوقتي يعني. العلامة ديت لما يكررها بالشكل ده بيتكلم على تمثال، هو عامل تمثال، وهو الأزير هو كان صانع التمثال، وهو اللي كان عامل التمثال، وهو اللي قال لنا نعمله ازاي. طب ما تيجي نشوف كده الموضوع ده صح ولا ايه، هو بيقوله ازاي. هو اولا الأزير ده كان مثال، يعني هو في حد ذاته كان مثال. طب ما تيجي نكتب التمثال. التم، ادي الث وادي الالف وادي اللام، التمثال. التمثال ده اسم الأزير، التمثال بيقول اسم أزير. وطالما انت شفت اسم أزير كملوا باللي احنا اتفقنا عليه عشان نشوف بقيته بيقول ايه. ده اسم التمثال، ساعة ما حط التمثال كمله. طيب احنا عرفنا ان هو اسمه بيحتوي على التمثال باسم التمثال. هو بقى في حد ذاته كان مثال، هتلاقيه ان هو هيجي في شغل بعد كده ان هو خصوصا في الاله بتاح كان حداد وكان نجار وكان مثال وكان بيعمل شغل كبير جدا بتاح ده بالذات. لكن هو البتاح حته من الأزير، البتاح جزء من الأزير. على فكره احنا نقطه مهمه جدا عايز اقولها، انا لا اعتمد اي اسم من اسماء الالهه الا اذا كان اليونانيين اعتمدوه. لو اليونان ما اعتمدش الاسم ده انا ماليش دعوه بيه. ليه؟ فتره اليونان جت في فتره اللزقه في الفراعنه، من اول اسكندر كان لبس لبس الفرعون ووقف وقفتهم وخد اسمهم وكتب خرطوشهم. تنوا ماشي بالشكل دوت لغايه كليوباترا السبعه، كانت اخر اليونانيين تقريبا، وجه الرومان بعد كده. اغسطس جه بعد كده وكان فتره حكم روماني، برضو كتبوا فرعوني وخدوا نفس الشكل. لكن كان اللي ثقه قوي في الكتابه كان الجماعه اليونانيين، هم حافظوا قوي على جزء كبير جدا. واحنا قلنا مره بارك الله فيهم وزي بعضه يعني. فهنرجع تاني نشوف هنا، انا لما ذكرت بتاح لان الاسم وارد في النصوص اليونانيه، وارد اسم بتاح. واي اسم هيجي معانا من الالهه هم قالوه انا هنعتمده ونكمل عليه. اسم اله هم ما ذكروهوش او حطوا بديل ليه، انا شخصيا هستنى واسيبكم انتوا تسموه. بسرعه كده هنيجي على موضوع التمثال المخطي شمال دوت ماشي ازاي. التمثال ده بيقول ايه؟ احنا قلنا ان هو كان مثال، ما وادي الث الف لام، هو كان في حد ذاته مثال، وهو اللي كتب التمثال. ادي الاي وادي الت وادي الميم وادي الالف وادي الث، التمثال كده. لو جينا نشوف التمثال باللهجه البلدي اللي احنا بنقول عليها مخطي، هو مخطي. ادي الميم، مي، خ ديت مخا، وادي حرف التاء اللي هو شكل النص رغيف،
مخطي. مخطي هو كان مخطي، هو لازم يبقى واخد خطوة كده. طيب هو كان ليه قدم، ليه قدم؟ ادي قدم اهيت، كلمة قدم، ادي الالف وادي الدال وادي الالف وادي الميم، قدم. طب ادمه دي اللي هي ادمه ايه بقى يا عم؟ ادمه يا، ادي حرف الياء اهيت، وادي السين وادي الالف وادي الراء، ادمه يسار. يبقى التمثال اللي واقف ده مخطي وقدمه ايه؟ يسار. جميلة جميلة. تعالوا نشوفه تاني كده من اسم الأزير ونكتبه مع بعض. ادي اسم، وادي الأزير، وادي الرب، وادي الإله. الراجل ده بيقول لك ان هو مخطي او ادمه يسار. ادي حرف الياء وادي السين وادي الالف وادي الراء، ادمه يسار. اكتشاف ولاد الذين دول. هو الراجل ده المثال ده الأزير هو قال كده. فلازم كلهم من اول التاريخ الفرعوني ما بدأ لغايه ما طلع من الفراعنه لغايه ما جم البطالمه والجماعه دولت، وقفوا حاطين رجلهم الشمال قدام مش بمزاجهم. ده قاعده. عايز يقول لك ان انا أزيري، يعني انا تبع الأزير. وعلى فكره عيله الأزير من العائلات الموجوده في مصر. تكمل يعني، نكمل في نقطه جميله جدا هتجيلنا بعدين وعايزين نشوفها بشكل كويس. احنا على نفس الرسمه ديت عايزين نشوف كلمه عمود عشان نبقى اللقطه الثانيه اللي قلناها وبشكل سريع. عمود، كلمه عمود ده حرف العين وادي الميم، عمود، وادي الدال. او لو قلنا عمدان، ادي العين والميم والدال والالف والنون، عمدان. فهو بيقول ان هو، وطبعا هو كان بنا، يعني عمدان بناها، او العمود بنا. ادي الباء، حرف الباء والالف والنون والهه، بناها او بنا. عموما هو كان الجميل بقى هنا اللي احنا نشوفه مع بعض في حكايه رقبه العمود ديت. معلش احنا كل مره لازم نكتب عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه بسرعه. ده اسم الأزير، دي ازاي، وادي الياء وادي الراء، اسم الأزير، الرب هنا كده، وهنا إله. هو كان بيقول لك ايه؟ طبعا الحرف ده اللي هو شكل الفم ده، انا يعني لما بعمله كده يعني احيانا يبقى شكل الدايره، تجاوزوه يعني لسرعه الكتابه. احيانا انا خطي في الرسم مش جيد، يعني ممكن ما يبقاش شكل الدايره قوي، بس انا بنفرق. هم 4 رسومات رئيسيه احنا مفرقينهم. بنقول ان شجره في حاجه عامله كده، هو بيرسمها بالشكل ده كده يعني، ويقول لك ان ديت اسمها شجره اللوتس. شجره اللوتس دي او شجره السوسن. يعني احنا ما عرفناهاش لوتس، احنا عرفناها شجره السوسن. واسم سوسن عموما من الاسماء المتبادله في مصر وموجوده يعني. فلما قال لك ان العمدان، ادي عين ميم الف دال نون، العمدان. لما قال عمدان، العمدان دي في حد ذاتها هي بتحمل اسم ايه؟ سوسن. ادي السين وادي الالف سا وي، وادي السين الثانيه سو، وادي الالف وادي النون، سوسن. سوسن. يبقى العمدان ديت عباره عن ايه؟ شجر السوسن. السوسن وشجر. وعموما لو جينا نشوف كلمه شجر هنلاقي عامله كده. هنفرد لها مساحه تانية بشكل بسرعه. معلش الكتابه سريعه. هنبقى هنا كلمة سوسن زي ما قلناها، وادي الواو سو، وادي السين والألف والنون، سوسن. شجر السوسن. وكلمة شجر ادي شين وادي الجيم وادي الراء، شجر. شجر السوسن. اللي هو لما قال ان تاج العمود، التاج او تاج العمدان. تاج العمدان ماله يا عم؟ سوسن. فكان كل العمدان عندهم لها شكل شجرة اللوتس بالاسم الجديد أو السوسن بالاسم القديم. النهاردة أخذنا حاجتين مهمين جدا.
عرفنا تاج العمود ليه معمول بصورة زهرة اللوتس، لأن زهرة اللوتس كان اسمها القديم سوسن وما زال اسمها سوسن. وعرفنا ليه تمثال مخط شمال، لأن ده شكل الأزير وده وصف الأزير، إن قدمه اللي قدام يسار أو مخطي يسار، المكتوب يسار، معنى إنه مخط شمال. ودي كانت أجمل نقطتين في موضوع النهاردة. شكرا لك.